صوت الصحافة، نبض الخبر. تتصاعد حدة المنافسة الدبلوماسية والرياضية بين المغرب وإسبانيا حول استضافة نهائي كأس العالم 2030، فبينما يطمح البلدان لنيل شرف احتضان المباراة الختامية للمونديال الذي ينظم بملف مشترك يجمعهما مع البرتغال، لم يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قراره النهائي بعد، مما فتح الباب أمام تصريحات رسمية تعكس رغبة مدريد الصريحة في حسم هذا الملف لصالحها. وقد أكدت وزيرة الرياضة الإسبانية ميلاغروس تولون موقف بلادها الحازم بضرورة إقامة النهائي في إسبانيا، مشددة على أن الحكومة تعمل بكل قوتها لتحقيق هذا الهدف. ورغم رفضها المفاضلة بين ملعبي سانتياغو برنابيو أو كامب نو، إلا أنها كررت بلهجة قاطعة أن الأولوية القصوى هي ضمان إقامة المباراة النهائية داخل الأراضي الإسبانية مهما كانت الظروف. يأتي هذا الإصرار الإسباني في وقت يترقب فيه الشركاء توزيع الملاعب والمهام في نسخة استثنائية تشهد أيضا مباريات افتتاحية في أمريكا الجنوبية. وقد اعترفت الوزيرة بأن ملف كرة القدم يعد من أصعب الملفات التي واجهتها منذ توليها منصبها في ديسمبر 2025، مما يعكس حجم الضغوط السياسية والرياضية المرافقة لهذا السباق التنظيمي المحتدم بين ضفتي المتوسط. صوت الصحافة، نبض الخبر.